ربنا يا رب وعلى الامه الاسلاميه بخير وسعاده. انا طبعا كنت الفتره اللي فاتت بروق وبعمل في البيت، فعايزه اقول لكم انا تعبت والله. انتوا يمكن تقولوا ان هي كانت مروقه برضك ومصوره، بس المره دي كل حاجه بتختلف. ممكن من الفسيخ بتعملي الشربات اللي بيقولوا عليه. طبعا انا هنا عندي كنبتين امريكاني زي الركنه كده، انا فرشتهم، غيرت الفرش، حطيت فرش تاني، ظبطت الشقه. انا ما بعرفش اطلع فيديوهات وانا بروق، بس بعد كده باذن الله كل شويه مع التخسيس مع ده مع ده هطلع معاكم وهصور معاكم. بس انا جيت النهارده عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول لكم الحمد لله انا احسن، وبقيت حاسه ان انا بلقى نفسي احسن من الاول. ف فطبعا يعني بصوا انا عملت حاجات بسيطه. انا بعمل طبعا ستاره زي تاج كده، بس باذن الله لسه هعملها شويه كده، ومش عارفه، عايزه رايكم بقى تقولوا لي حلوه كده كفايه الصلاه بسيطه. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات لو الصلاه كده حلوه ومش محتاجه حاجه قولوا لي. لو محتاجه انا بصراحه مستحرمه، لان الكنبتين دول كان صالون، وانا خدت الكنبتين منهم وشلت الكرسي، لان انا بوسع مكان لنفسي، عملتهم زي ركنه كده. فليهم فرش، ليه فرش احمر وفرش ده. حتى لو ربنا سهل وجبت ركنه او جبت صالون هنا، دول هيخشوا مكان تاني في الاوضه، مثلا مع اوضه النوم كبيره احطها. انا موضبه اوضه النوم واوضه الاطفال، بس في حاجات بسيطه كده فاضله فيهم هعملهم باذن الله، وهصورهم لوحدهم فيديو تاني لوحدهم. فطبعا بصوا دي المكتبه. طبعا انا عندي حاجات بتاعت رمضان ما شلتهاش، يعني حاسه الفوانيس مديه شكل المكتبه حلو، فما شلتهاش يعني. وضبت وصبنت ومسحت، بس في حاجات فطبعا انا عايزه اقول لكم كل الحاجه اللي كانت مرصوصه. طبعا انا هنا فرشت عندي حفظتين غاليين زي السجاجيد كده، انا فرشتهم بدل مثلا ما احط سجاد، الجو حر وكده فرشتهم. دي ترابيزه جبت لها مفرش وحطيت عليها الفنانيس بتاعت رمضان ما شلتهاش، حطيتها مع ازاني مع ملبس اللي يخش مثلا، تبقى حاجه ايه عملتها اني استغلها في مش شرط رمضان بس، يعني فتره العيد الحاجات دي برضك هي مقدمات للناس وكده. جبت المفرش ده، وده تحتيه مفرش كان للسفره مع مفرش السفره، انا خدته هنا فرشته على الترابيزه كده يدي شكل حلو. وهنا طبعا الجزامه حط عليها المبخره والمصحف، طبعا احلى حاجه تتحط المصحف طبعا. وبصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني ما شاء الله يعني الحاجه. والنيش طبعا كنت عاملاه اول رمضان لما جبته، فنزلته. انا يعتبر زي ما انا قلت لكم عملت من الفسيخ شربات، حاجات بسيطه بتدي شكل جميل. شلت بتاعت اللهم صل على النبي اللي بتنور وتطفي بتاعت رمضان كريم، شلتها بس خليت حاجات بسيطه كده. الانوار دي هسيبها زي ما هي لانها مش فارق، يعني لان رمضان او غير رمضان بتبقى شكلها حلو. طبعا هنا ده عملت انا كحك ما شاء الله، عارفين عامله كحك تحفه. طبعا انا كان عاجبني ديت، كان عليها عرض فرانين ب 650. في محل تاني بس ناسيه اسمه كان عارضها ب 350 جنيه، جبناها في رمضان. قلت للكحك وللبسكويت بصوا منظرها جميله جميله جميله، بصوا شكلها شايفين. انا عملت الكحك والبسكويت، وعامله الكحك تحفه بالملبن والعين جمل بس وساده، وبصوا دايب كده دوب. بس انا ايه البيدي فور انا اشتريته صراحه، لان انا كان عندي استعداد ان انا اعمله بس ما عملتش، الوقت كان ضيق. طبعا هنا بردك حطيت في فنانيس شوكولاته بالبندق، وهنا حطيت سوداني استغلتهم، قلت يدوا شكل الترابيزه. وهنا طبعا البونبونيره بالشوكولاته وبالملبس بصوا، يعني ايه كحاجات بسيطه بس منتهى الجمال يعني. وجبت المفرش ده عامل 300 جنيه، بس كان عاوز 350 اديته 300. الترابيزه اللي هي المتر ونص، بس انا فرشته على الترابيزه متر. بصوا طبعا حطيت يعني حبه حاجات كده على الترابيزه بتدي شكل جميل وبسيط. والمطبخ طبعا زي ما انتم شايفين طبعا هو نضيف، انتوا شفتوه قبل كده. فنانيس والحاجات دي قلت مش هشيلها، لما اجيب مكانها حاجه اعلقها واجيب تحف للتلاجة، فخليت الحاجه صبنت وروقت وخليت الحاجه زي ما هي. بوتاجاز طبعا والمطبخ زي الفل. وبصوا التكعيبه اللي من فوق، يعني عايزه اقول لكم من ما فيش عملت حاجات كتير قوي يا جماعه. فعايزه اقول لكم العيد مش شرط حاجات جديده ولا تجيبي. طبعا بصوا انتوا كمان المكتبه انا وريتها لكم قبل كده، انا في حاجات يعني عجباني من رمضان خليتها شويه، شلت حاجات وخليت حاجات، وهنعبي الحاجه مع بعض باذن الله اللي انا بشيلها للسنه اللي بعدها لو كنا من اهل الدنيا. فبصوا الحافظه في الارض مديه شكل جميل، وباذن الله على العيد الكبير هبقى اجيب سجاد يعني عاجبني كده للصلاه، وهعمل الستاير زي ما قلت لكم هي اللي ناقصاني. انا كنت حاطه ستاره هنا مش شرط حيطه، انا كنت حاطه زي برقه هنا وشيلته. فطبعا كان عندي انتريه كبير شيلته، وحطيت انا الصالون كنبتين كده عاملين زي ركنه شكلهم جميل.
فطبعا انا بحب اي حاجه اطلع اصورها معاكم وتقولوا لي رايكم يعني، وعايزاكم في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم، يعني هخلي الكنبتين دول كده وتبقى الصاله واسعه وحلوه كده، ولا ان انا اجيب الانتريه واغير. وبصوا بالاقل الاقل بابسط الابسط، انا بس اعمل ستاره على باب الحمام في العيد لو كنا من اهل الدنيا، وستاره هنا بس اهي الشقه. وبصوا في منتهى الجمال والنظافه. في كرسيين من السفره انا وديتهم عشان في كرسيين كانوا مختلفين شويه، ولا وديتهم هيبعت لي غيرهم بس هو ما بعتهمش. وجبت هنا، اللهم صل على النبي، جبت الطقم ده يا جماعه والله العظيم ما هتتخيلوا سعره كام. الطقم دوت بصوا شكله، الطقم ده في منتهى الجمال، في 12 واحده عجبني كده زي حته انتيكه كده ب 85 جنيه من المعرض اللي انا هقول لكم عليه، بس مش عارفه اسم المعرض نسيته وهبقى افتكره. واللهم صل على النبي. ادي الكلام. فانا جيت طبعا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، انتوا اجدع اخوات ليا وبحبكم في الله. وشغاله هنا المبخره طبعا. احنا عارفين ان انا ممكن اكون بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس عبال ما بخلص وبعمل اللي ورايا وبيبقى عندي عزايم وكده، فانا جيت اوريكم انا عملت ايه. وكل سنه وانتم طيبين يا اجدع اخوات، ويا رب دايما كده الاقوا معايا، ويا رب المشاهدات تزيد يا جماعه. نفسي تعالوا المشاهدات. عايزه اقول لكم الحمد لله انا مع التكميم الحمد لله بنزل يوم عن التاني، بس هو بس ان انا ضعفانه لاني ما باخدش الفيتامينات. فادعوا لي بقى، ادعوا لي ربنا يشفيني ويقويني عشان ولادي. فانا عايزه اقول لكم من حاجات بسيطه، يعني ممكن تعملي كل حاجه من حاجات بسيطه وتبقى في منتهى الجمال. وباذن الله باذن الله انا الاوض مروقه وكل حاجه، بس ما رضيتش اصورها، عايزه اصورها لما تبقى كامله من كله. كل سنه وانتم طيبين يا اجدع اخوات، واشوف وشكم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.